كان سؤالي الأستاذ طارق مرسي الناقد الفني، الماستر سين في الفيلم ده هياخدوا أنهي مشهد؟ هو في الحقيقة مليء بالمشاهد اللي انت ممكن تقولي عليها ماستر سين يعني. طب نختار واحد أو مشهد اتنين. مشهد كان مهم أوي، مشهد الصخرة في مرسى مطروح ومنى وأحمد للأبد. هذه الاسمين اللي هم ارتبطوا في تاريخ السينما كلها وعند جمهور السينما بقصص الحب لغاية دلوقتي. ده حقيقي. فمنى واحمد حب للابد، الصخره والمشاعر اللي هم كانوا اصلا حب منذ الطفوله، يعني هم كانوا بيحبوا بعض منذ الطفوله. وحب انت يعني الفيلم اغلى من حياتي، انت ما تقدريش تقولي اغلى من حياه مين بالظبط، اغلى من حياته ولا اغلى من الاثنين مع بعض. يعني والماستر سين التاني ايه يا ترى؟ الماستر سين اللي هي لقائهم بعد غياب بالصدفة اما شافها لأول مرة، كان التمثيل بالعين. كان مجرد ان انت كل الانفعالات الجميلة اللي انت عملوها هما الاتنين في المشهد ده الصامت. يعني هو مشهد صامت، صدفة جمعتهم، قعدوا لغة العيون هي اللي لخصت الاشتياق والحب والمفاجأة وكل الانفعالات اللي ممكن تتصوريها هذا المشهد. وايضا المشهد الاخير اللي هو ابنه ما راح لشادية بيطلب منها اللي هي تسيب حياة والده عشان ما تهدمش الاسرة وتهدم بيت المستقر، بيت احمد. فطبعا هو سمع الكلام وكان مشهد قوي جدا، اللي قال له عنفه وطبعا ضربه ساعتها. وكانت طبعا بعد كده اصيب بذبحه صدريه وعلى اثرها وتوفاهم. توفى. فكانت مشاهد مؤثره جدا. كان جلال عيسى في دور عادل الابن. الابن. شفنا الفيلم في البداية بيتصور في مرسى مطروح، على شواطئ مرسى مطروح والحدائق والأشجار. اختيار الديكور في العمل عموما في بداية العمل، وبرضو عمي نجيب مكان شغله والتلغرافات، وبننتقل لحياة أخرى بديكورات مختلفة. شفت الديكور ازاي في العمل؟ هو الديكورات كانت طبيعية لحد كبير جدا كلها، باستثناء بس مناظر الفيلا اللي هي اما طبعا انتقل للحياة الزوجية. عندما تزوج من أسرة ميسورة وهو مهندس ناجح، فقاعدين في فيلا مستوى اجتماعي كان مرتفع. وبيت شادية برضو التاني. وبيت شادية كان مستوى حلو، والبيت اللي هي انتقلت فيه في المعادي اللي لما اتجوزوا مع بعض. الفترة دي طبعا فترة الفلل والشقق اللي هي الواسعة الكبيرة. والديكور المريح. وهو كمان كان مشهور بدليل اللي احنا الاحداث كلها ارتبطت، اللي هو حد شهير جدا يعني مهندس شهير. هو كان من ايام الدراسة كان متميز وبيحصل على الامتياز، لدرجة ان الدكتور بتاعه هو اللي اتحمس ليه وخلاه شريكه في النهاية وجوزه بنته. فمنذ البداية هو دخل مجتمع تاني يعني. المجتمع اختصر له فترات الشقة، يعني هو راح درس بره، عرف آلات، بقى مهندس مهم، اتجوز بنت صاحبة رأس المال. بعد كده هو بقى شريك في الشركة. المستوى الاجتماعي يمكن بيلخصه كل الأخبار بتاعته كانت الصحف بتتناقلها. يعني حكاية حريق الشقة في الآخر، حاجات كتيرة نقلها ووفاته برضو كانت. ده بيدل اللي هو كان راجل مجتمع، يعني راجل ثري وراجل ناجح جدا، من النماذج اللي هي الفترة الستينيات دي. الموسيقى التصويرية لأندريا رايدر، كلمني بقى عن دورها. وزي ما اتفقنا شادية تحدت نفسها وما غنتش ولا أغنية في عمل بالرومانسية دي. هي كان غريب جدا زي ما قلنا في البداية. طبعا أندريا رايدر بقى عمل أندريا إيه؟ رايدر ده حدوتة كبيرة أوي في تاريخ السينما. يمكن قلنا قبل كده اللي هو يعني كان نقطة تحول في تاريخ السينما اللي كانت بتعتمد على الموسيقى التصويرية الأجنبية المقتبسة من الخارج. هو ده اللي عمل موسيقى مصرية صميمة وتوزيع. يعني حتى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان أول ما سمعه وشاف الموهبة بتاعته وعمل نقلة في أغنيات موسيقار أجيال، يعني وطني حبيبي والحاجات السيمفونية. حتى أفلام عبد الحليم حافظ اللي هو لحن الوفا، الأوركسترا الكبير والتوزيع الموسيقي الراقي جدا والمتقدم.
المتاثر بالبره، بس في في طابع شرقي. فكان الراجل، هذا الرجل حدوته حدوته كبيره جدا وبصمه كبيره جدا في تاريخ السينما السينما والمسرح كمان ليه والمسرح أعمال رائعة. والاغاني. التصوير. الاغاني الكبيره اللي قدمها عبد الحليم حافظ كلها الاوركسترا في افلام كانت توزيعه وكانت تنفيذه. فكان هو راجل صاحب خيال جميل قوي، وكان مبدع لدرجه ان موسيقار الاجيال كان بيراهن بيه، يعني قال لا مش هيظهر للناس الا من خلال اعمالي. وفعلا ظهر من خلال موسيقار الاجيال عبد الوهاب في كذا عمل يعني. شفنا المخرج محمود ذو الفقار شفته ازاي في ادارته للموضوع، ديكور، ملابس، ميك اب، ادارته للممثل خلال العمل والاضاءة كمان. هي طبعا كانت مهمة صعبة يعني. يعني مثلا السؤال ليه عز الدين اللي هو التحداه ما اخرجش. عز الدين اصلا مخرج الرومانسية في السينما المصرية وهو اخوه يعني محمود كانت مهمته صعبة. يعني هي كانت ممكن تبدو سهلة لعز الدين ذو الفقار اللي هو عمل افلام حتته دي حتة عز الدين ذو منطقته. هو الفقار. كان مخرج متميز بالتيمة الرومانسية، وكان راجل يعني جميل جدا، يعني منفعل. يعني في مشاهد ساعات من درجة اندماج الممثل بيبكي اللي هو عز الدين ذو الفقار. محمود كان بالنسبة له كانت ايه، رهان برضه. رهان بقى، يعني هو رهانين، رهان من محمود ورهان من صلاح. بفلوس صلاح. بفلوس صلاح، بس هم في ايوه. النهاية كسبوا الرهان. وأثبت طبعا الفنان الكبير صلاح ذو الفقار اللي هو فنان مش فوق العادة. متقيد بمثلا شخصية معينة، شخصية ضابط الشرطة أو الراجل الجاد أو الحاد. لا، ده بيعمل تراجيدي وبيعمل بعد كده لو حضرتك تذكري مراتي مدير عام مع شادية أيضا عملوا دور كوميدي برضو، الاتنين كان جميل جدا وراقي. زي ما شفنا القصة نفسها راقية، راقية في السيناريو في الكتابة بتاعتها. يعني مثلا شوفي علاقة الزوجة صارمة، سيدة مجتمع ومنضبطة، بتحب مواعيد وانضباط وحفلات والكلام ده. ولادها برضو متربيين تربية يعني تربية كانت أرستقراطية متزنة. فالفيلم مليء بالإيجابيات الجميلة جدا اللي هي بتعكس مصر في فترة الستينيات، اللي هي أسرة جميلة. والبيت. كان ازاي البيت هم طبعا بيحبوه جدا بيعشقوه. هم عشان كبار في السن لما عرفوا حكاية زواجه تدخلوا عشان طبعا بقاء اسرتهم. وخبوا على والدته. يعني هم برضو في تعقل يعني هنا. هو كان نفسه صلاح ذو الفقار او احمد يعلن الزواج وما يبقاش سري. هي زي بيته يعني لحد اخر لحظة في عمرها كانت رافضة هدم البيت بتاعه. هنخرج نشوف جزء من فيلم أغلى من حياتي ونرجع نكمل حوارنا. روح يا شيخ.